في سنة 1982 بتقوم حرب فوكلاند ما بين الأرجنتين والمملكة المتحدة. طبعا في الوقت ده المملكة المتحدة كانت أقوى بكتير جدا من الأرجنتين في الناحية العسكرية، فكانت النتيجة الطبيعية جدا للحرب دي إن الأرجنتين تخرج منهزمة من المملكة المتحدة، وكمان بيروح ضحية الحرب 650 عسكري أرجنتيني، ومن بعدها بتخش الأرجنتين في نزاعات سياسية وتضخم عالمي واقتصاد ضايع جدا، بالإضافة إلى فقر وجوع وانهيار عملي. وزي ما بيقولوا كده مفيش أي حاجة تفرح في البلد، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت فعلا بتفرح الشعب الأرجنتيني هي كرة القدم. فبنشوف فوز مارادونا بكأس عالم 86 في المكسيك. اتفرج كده على فرحة الأرجنتينيين كلهم باللقب ده هتفهم أنا أقصد إيه. وعلى حد وصف الأرجنتينيين إحنا عمرنا ما هنتفوق في حاجة أبدا إلا كرة القدم. ولكن من بعد كأس عالم 86 حتى كرة القدم هي كمان بدأت تنكد على الأرجنتينيين، وبيجوا كل سنة ويخرجوا من كأس العالم بسيناريو أصعب وأقصى من السنة اللي قبلها. وحتى مع وجود لاعبين عالميين جدا في الأرجنتين زي باتيستوتا وريكيلمي وميسي ما قدروش برضه يكسبوا كأس العالم، لغاية ما بتيجي سنة 2021 وتكسب الأرجنتين كوبا أمريكا على حساب البرازيل في الماراكانا. وبعدها بيبدأ حلم تتويج البرازيل بكأس عالم 2022 ياخد مكانه من الواقعية عند الأرجنتينيين. ولكن كان دايما السؤال الواقعي والمنطقي اللي بيتسأل، هل الأرجنتين هتقدر تجيب كأس العالم ولا زي كل مرة الموضوع هيكون مجرد حلم وفي الآخر هيقلب بواقع أليم جدا؟ طب هل ميسي هيقدر ان هو يكون بطل شعبي في الأرجنتين ولا الأرجنتين مضطرة ان هي تستنى مارادونا جديد؟ علشان كده من غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. قبل بطولة كأس عالم 2022 بتكون الأرجنتين واحدة من المنتخبات المرشحة جدا وبقوة للبطولة دي. منتخب لسه كسبان كوبا أمريكا على البرازيل في الماراكانا، عندهم على حد تعبيرهم افضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ وهو ليونيل ميسي، اللي اخيرا بيجي يفك عقدته مع الارجنتين ويكسب لقب دوري وهو كوبا امريكا. فالمعنويات عنده عالية قوي. بيكسبوا بعدها ايطاليا في كاس غريبة كده اخترعوها اسمها الفايناليسيما، وكمان عندهم 36 مباراة بدون هزيمة. فاكيد طبعا بعد كل الكلام اللي انا قلته ده هتكون الارجنتين مرشحة وبقوة جدا ان هي تكسب البطولة دي. ده غير طبعا جمهور الارجنتين اللي مستني يشوف ميسي بيرفع كاس العالم، لانهم دايما بيقولوا ان ميسي مستحيل يكون الافضل في التاريخ ولا افضل من مارادونا طالما ما جابش للارجنتين كاس العالم. بتوع الارجنتين في مجموعات كاس العالم مع السعوديه وبولندا والمكسيك. وطبعا باللي احنا شايفينه واداء منتخب الارجنتين نقدر نقول الارجنتين المجموعه دي بالنسبه لها كانت سهله جدا وفي المتناول. وبيجي اول ماتش للارجنتين مع السعوديه وعلى حد وصف كل اللعيبه ان هم كانوا فاكرين ان الماتش ده هيكون سهل، وانهم عارفين ومتاكدين من قوتهم عارفين ان هم اقوى بكتير جدا من منتخب السعوديه. والحقيقه ان العالم كله كان متاكد وما عندوش شك ان اكيد الارجنتين وميسي هيكسبوا السعوديه بسكور كمان. ولو في حد هيعصك شويه مع الارجنتين في المجموعه دي فهيكون منتخب المكسيك. ومع بدايه ماتش الارجنتين والسعوديه بتتحسب ضربه جزاء لمنتخب الارجنتين، بيخش ليونيل ميسي ويسجلها جول علشان في اول 10 دقائق تكون الارجنتين متقدمه على السعوديه 1-0 في سيناريو مفيش احسن ولا اروع من كده، وبيسهل كتير جدا على الارجنتين في الماتش ده اللي احنا كنا متوقعينه واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش، ان الارجنتين هتجيب بعدها تاني وتالت ورابع وتقتل الماتش تماما. بس اللي بيحصل في ارض الملعب ما بيكونش كده تماما. السعوديه بتلعب بدفاع متقدم وبتوقع منتخب الارجنتين في 10 تسللات، حته كده من بتوع هانز فليك مع برشلونه. فده طبعا بيخلي اللعيبه تزهق وكل لعيبه الارجنتين تخرج بره التركيز ويبداوا يحسوا بصعوبه الماتش، وان قد ايه الماتش اللي هم كانوا فاكرين ان هو هيكون سهل شكله كده هيبقى معقرب وصعب جدا. علشان في الشوط الثاني مره واحده كده نلاقي السعوديه بتجيب هدف التعادل وبعدها على طول بتجيب الهدف الثاني في الارجنتين. وفجاه لعيبه المنتخب الارجنتيني وجمهور الارجنتين كله اللي فضل يحوش 4 سنين عشان يجي البطوله دي، ومنهم ناس تانية بعد ممتلكات كتيره جدا عندها عشان تقدر انها توفر فلوس تيجي تتفرج بيها على منتخبها في البطوله دي، يلاقوا نفسهم خسرانين
قدام السعوديه في ماتش الافتتاح 2-1، وبعدها مهما اللعيبه حاولت تحس ان الكره خلاص مش راضيه تخش الجول، او ان الكره بتعاقب لعيبه الارجنتين على ثقتهم الزايده في نفسهم، علشان يخلص الماتش 2-1 للسعوديه في صدمه كبيره جدا للارجنتين وميسي وجماهير الارجنتين. والعالم كله بيفضل يسال نفس السؤال، هل اللعيبه دي هتجيب كاس العالم ولا مش هتقدر تجيب كاس العالم؟ لغايه ما بيطلع ميسي يتكلم 45 مليون ارجنتيني يقول لهم هذه المجموعه لن تخذلكم ابدا، في موقف الحقيقه اول مره نشوفه من ميسي بالذات، لان ميسي معروف عنه اصلا ان هو خجول، فان هو يتسم بشخصيه القائد ويطلع يتكلم بالحديه دي كانت اول مره نشوف ميسي. خساره الارجنتين للماتش الاول حطت الفريق كله بلاعيبته كلها تحت ضغط كبير جدا، لان انت لو جيت خسرت الماتش التاني هتبقى رسميا بره البطوله من دور المجموعات، فالفريق اللي كان مرشح اصلا للبطوله هيخرج من البطوله من دور المجموعات، ولو اتعادلت الماتش ده هتخش في حسابات ممكن تطلعك مركز تاني، وفي حاله ان انت طلعت مركز تاني بنسبه كبيره جدا هتقابل فرنسا. فكانت الارجنتين ما عندهاش حل غير ان هي لازم تكسب ماتشها التاني قدام المكسيك، وده اللي كان بيحط ضغط كبير جدا مش طبيعي على لاعيبه الارجنتين. ده طبعا الى جانب ان المكسيك فريق قوي جدا بدنيا، بيلعب حلو جدا في المرتدات، وعنده ميزه مهمه جدا مش عند الارجنتين، ان المكسب مش فارق معاهم، التعادل لوحده يكفيهم ويغلبهم كويس جدا. فهيقدر الفريق القوي بدنيا ده ان هو ينزل يرص خطوط الدفاع عنده ويلعب بصفين ب5 لاعبين ويقفل عليك كل حاجه، علشان يخلي مهمه الارجنتين تكون صعبه جدا جدا جدا. ومع الضغط النفسي الكبير اللي على لاعيبه الارجنتين يخلي المهمه اصعب واصعب وشبه مستحيله، وفعلا ده اللي بيحصل في الملعب. تدخلات عنيفه على لعيبه الارجنتين بيخلي الماتش ما بين الفريقين يخلص 0-0، علشان الضغط ما بين الشوطين يزيد اكتر واكتر على لعيبه الارجنتين. ونشوف كل المحللين على كل القنوات بيتكلموا برساله واحده بس، هل الارجنتين الفريق المفكك التايه ده باللعيبه دي هيقدر يصعد ويجيب كاس العالم ولا خلاص هيخرجوا من البطوله؟ لدرجه ان معلق المباراه حفيظ دراجي قال جمله مهمه جدا، ان اي حد متوقع ان الارجنتين تاخد البطوله لازم يراجع نفسه، لغايه ما بتيجي لحظه سحريه من ميسي بيشوط كوره من بره منطقه الجزاء بيجيب بيها الجول الاول للارجنتين، علشان يجي ميسي بكوره ميته محدش متوقع منها حاجه ويقلب الماتش ويرجع الارجنتين والارجنتينيين تاني لكاس العالم، ويتحول الضغط اللي كان على لعيبه الارجنتين الى انفجار في الملعب، ونشوف لعيبه الارجنتين كلها بهدف ميسي تتحرر وتكسب الثقه ويخلص الماتش 2-0 للارجنتين. بس حتى مع فوز الارجنتين المهم جدا على المكسيك بتفضل الارجنتين ولاعيبتها كلها تحت الضغط، لانهم عشان يضمنوا التاهل في صداره المجموعه لازم يكسبوا ماتشهم الثالث ضد بولندا، لانهم لسه في نفس الوضع، الخساره تقصيهم والتعادل يدخلنا في حسابات مقرفه. ماتش بولندا بالنسبه للارجنتين كان نسبيا اسهل بكتير جدا من ماتش المكسيك، وده ما كانش لان بولندا فريق ضعيف، ده كان لان الارجنتين بالفوز على المكسيك اكتسبت ثقه كبيره جدا، وبدات الارجنتين بلاعيبتها يخشوا في نمط البطوله، وحسوا ان هم يقدروا يعملوا كتير جدا في البطوله دي اكتر من فكره ان هم يخرجوا من دور المجموعات. بس الموضوع مش بالسهوله دي، لان فريق بولندا فريق قوي جدا بدنيا ومش سهل انك تكسبهم، ومع ذلك بتتحسب للارجنتين ضربه جزاء بيخش ميسي يلعبها، ولكن المره دي ميسي بيضيعها علشان يخلي الفريق كله يخش في ازمه ثقه مره تانية ويصعب عليهم الماتش. بس المره دي بنشوف لعيبه تانية بتتصدر المشهد زي اليكسيس ماكاليستر اللي بيجيب الجون الاول للارجنتين، وبعدها المهاجم جوليان الفاريز اللي بيكون صفقه رابحه جدا للارجنتين في البطوله دي بيجيب الهدف الثاني، وتقدر الارجنتين ان هي تخلص ماتش بولندا بالفوز 2-0 علشان تتأهل الأرجنتين رسميا لدور ال16 في صدارة مجموعة. الأدوار الإقصائية في أي بطولة بيكون ليها تعامل خاص غير الأدوار التمهيدية، وزي ما كانت لعيبة الأرجنتين بتطلع تتكلم وتقول إن مفيش اي مجال للخساره من دور ال16 لغايه النهائي، لان اي خساره دلوقتي معناها ان هم هيسيبوا البطوله ويروحوا. وبدايه مع ماتش دور ال16 ضد استراليا لازم اللعيبه تكون مركزه جدا. استراليا فريق عنيد وصعب، وكان متوقع ان هم هيلعبوا بنفس الطريقه اللي لعبت بيها المكسيك قدام الارجنتين، احنا هنوقف دفاعنا ونحكم دفاعنا وممكن بالمرتده نجيب جون في الارجنتين، ولكن برضه بلحظه سحريه من ليونيل ميسي بيشوط كوره
كوره بيجيب بيها الهدف الاول للارجنتين، وبعدها بيجي هدف تاني للارجنتين من جوليان الفاريز علشان يخلي نتيجه الماتش تكون 2-0 للارجنتين. وحتى لما بتجيب استراليا هدف بالخطا من انزو فرنانديز، بنشوف الحارس مارتينيز هو اللي بيتصدر المشهد المره دي ويصد تصدي خرافي يبعت بيه الارجنتين لدور الثمانيه. كاس العالم تعتبر اصعب بطوله كره قدم، وكل ما بتتقدم في الماتشات ماتش بعد ماتش الوضع بيبقى اصعب واصعب من الاول. وعلشان تكسب الكاس لازم تكسب كل الماتشات دي، فكان لازم ان الارجنتين تكسب هولندا في دور الثمانيه. هولندا فريق كبير ومنتخب عريق وعنده جيل لعيبه قوي وكويس جدا، وكان متوقع ان الماتش ما بين الارجنتين وهولندا هيكون حرب في الملعب بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لان فريق الارجنتين عنده المهارات وفريق هولندا فريق قوي جدا بدنيا. بس الماتش ما بين ارجنتين وهولندا هيكون ليه ابعاد تانية بعيده جدا عن انه ماتش كره قدم. وزي ما طلع مدرب منتخب هولندا فان خال قبل الماتش وقال لدينا حساب لتسويته مع الارجنتين. حتى لما اتسال في المؤتمر الصحفي انت ازاي هتقدر انك توقف ميسي، قال الموضوع مش بالتعقيد ده كله. رد غير متوقع من مدرب كبير وليه شأنه في عالم كرة القدم. ولكن الطابع العام في الماتش ان الارجنتين عندها فرصة كبيرة جدا ان هي تتخطى هولندا وتروح دور الاربعة، والامال دي كلها للارجنتينيين كانت مبنية على وجود ميسي جوه الفريق اللي يقدر يعمل اي حاجة في اي وقت في الملعب. الارجنتينيين يحسسوك ان ميسي هو صاحب الكورة وصاحب الملعب وصاحب كل حاجة. والحقيقة ان كمان تعامل سكالوني مع الماتش ده ضد هولندا كان غير كل الماتشات. الارجنتين كان متوقعين ان هي تمسك كوره وهولندا تلعب على المرتدات، ولكن اللي حصل غير ده تماما. الارجنتين لعبت بنفس طريقه لعب هولندا ب3 في الدفاع، وسابت لهولندا الكوره وبدات ان هي تستقبل لعب وتلعب هي على المرتدات. بدايه الماتش بتكون صعبه جدا على الارجنتين والتحامات قويه جدا من هولندا على الارجنتين، لدرجه ان لعيبه الارجنتين ما كانوش عارفين يستلموا الكوره من غير ما ياخدوا فاول. بس في النص كده بيجي ميسي بلقطه سحريه ويعمل اسيست لمولينا بيجيب بيه الهدف الاول للارجنتين. والعالم كله بعد الماتش ده فضل يسال سؤال واضح وصريح: ازاي ميسي قدر يشوف مولينا؟ وكمان بتتحسب ضربه جزاء للارجنتين بيخش يلعبها ميسي ويجيب بيها الهدف الثاني للارجنتين علشان تتقدم الارجنتين على هولندا 2-0. في مقوله دايما بتقول لك ان كل ما كان الفوز اصعب كل ما كان ليه طعم احلى، وده اللي بيحصل بالظبط مع الارجنتين. هدفين بتجيبهم هولندا، واحد في الدقيقه 83 وواحد في الدقيقه 101، علشان الماتش اللي كان 2-0 للارجنتين يبقى 2-2 ما بين هولندا والارجنتين ونروح لوقت اضافي. وفي الوقت الاضافي بتسيطر الارجنتين ولكن بنروح لضربات الترجيح، وتحس فعلا ساعتها ان الماتش خلاص بيروح من الارجنتين وميسي شكله هيودع البطوله. بس في المواقف دي اللعيبه الكبار بتفرق، واهم شخص بيكون موجود في المواقف دي هو حارس المرمى للفريقين. ولكن بيجي حارس الارجنتين مارتينيز ويكون ليه الحسم في الماتش، بيصد ضربات جزاء ويدي افضليه علشان تفوز الارجنتين على هولندا في دور الثمانيه. ونشوف احتفال ميسي الاسطوري قدام المدرب فان خال، الاحتفال اللي كان وراه اسباب كتيره جدا اهمها استخفاف فان خال بالارجنتين وميسي. وصول الارجنتين لدور الاربعه ما كانش صدفه، لان اي حد شاف البطوله شاف ان الارجنتين كلها كانت ايد واحده، واللعيبه كلها كانت دايما تطلع وتقول ان هدفهم ان ليونيل ميسي يتوج ببطوله كاس العالم على كل اللي قدموا لكره القدم. فبيجي ماتش الارجنتين ضد كرواتيا في قبل النهائي في تحدي كبير جدا للاعبين، لان الارجنتين خسرت من كرواتيا في كاس عالم 2018 3-0، فانت هتنزل تكسبهم بسكور يا اما معنويا هتخسر منهم تاني زي اللي حصل في 2018. ولكن اللي شفناه من ثقه لعيبه الارجنتين في نفسها يقول ان اكيد دي لعيبه كبار مش لعيبه صغيرين واكيد هيكملوا للنهائي. الارجنتين بتسيطر على ماتش كرواتيا بالطول وبالعرض وبتفوز عليهم 3-0 في ماتش كان عالمي من لعيبه الارجنتين. واقدر اقول ان الماتش ده كان اسهل ماتش لعبته الارجنتين من اول البطوله لغايه دلوقتي. الوقت ده كان مختلف عن البطولة كلها، العالم كله في النهائي كان بيشجع الأرجنتين ضد فرنسا، الكوكب كله كان ضد فرنسا تعاطفا مع لاعب واحد اسمه ليونيل ميسي، اللي أكيد بعد كل اللي قدمه لكرة القدم يستحق إن هو يفوز بالبطولة الوحيدة اللي عمره ما كسبها. الكل بعد اللي شاف على مدار البطولة كان مصدق إن الأرجنتين أقوى وإن الأرجنتين تقدر تعملها، وأقدر أقول إن الكل كان مستني اللحظة اللي
هيرفع فيها ليونيل ميسي كاس العالم مع الارجنتين. الملعب كان فيه 80,000 مشجع ارجنتيني جايين يحضروا الماتش عشان يشوفوا ميسي وهو بيرفع كاس العالم. ده غير 45 مليون ارجنتيني قاعدين بيتفرجوا على الماتش في التلفزيونات مستنيين ميسي يرفع كاس العالم. ما بيعملوش حاجه وهم قاعدين غير ان هم بيدعوا ان التوفيق والحظ يقف مع الارجنتين ومع ميسي. النهائي دايما مختلف، ليه حسابات تانية مش زي اي ماتش في البطوله، لانه ماتش بالبطوله كلها. النهائي بالنسبه لكل لاعب في الملعب من فرنسا او الارجنتين هو الحلم. الفريق اللي لعبته مركزه اكتر بتلعب على تفاصيل قليله هو اللي هيكسب، اللي بيعرف يستغل الفرصه هو اللي هيكسب، اللي مصدق في نفسه اكتر هو اللي هيكسب البطوله، اللي هيبدي مجهود اكتر ويتعب اكتر في الملعب هو اللي هيكسب. بدايه الماتش بتكون قويه جدا من الارجنتين، بتقدر ان هي تخلق فيها فرص كتيره، وتقريبا ما بيكونش فيه تواجد لفرنسا في ملعب نهائي. الاستحواذ والضغط واللعب كله من جانب الارجنتين، والماتش بيفضل على كده لغايه لقطه مهاريه من دي ماريا بيعدي بيها من ديمبلي بيلبسه فيها ضربه جزاء، بيدخل فيها ليونيل ميسي ويلعب ضربه الجزاء ويجيب الهدف الاول للارجنتين من ضربه جزاء في النهائي. ومع استغلال مهاره لاعبي الارجنتين في كره جماعيه تتلعب من ميسي الفاريز لماكاليستير لدي ماريا بينفرد ويجيب بيها الهدف الثاني للارجنتين، علشان في شوط اول قوي جدا من الارجنتين تتقدم فيه على فرنسا 2-0، وده بيفضل حال الماتش لغايه ما بنوصل للدقيقه 80. الماتش كان خلاص بيخلص كل ناحيه الارجنتين 2-0 للارجنتين، والارجنتين هي البطل وهتتوج بالبطوله. بس الكوره بتقرر مره واحده ان هي ترجع فرنسا تاني للماتش ويخلص الشوط الثاني 2-2 بهدفين لمبابي. نفس السيناريو اللي حصل مع الارجنتين في ماتش هولندا بيتكرر هو بالظبط ضد فرنسا في النهائي، ويكون هنا العامل المهم للاعيبه الارجنتين، هل فعلا لعيبه الارجنتين هتتحمل الضغط ده كله ولا اللعيبه دي مش هتقدر وهيضيع منهم النهائي وهتضيع منهم البطوله بعد كل المجهود اللي عملوه فيها. لحظه صعبه جدا على اي فريق وتقدر تهز اي لعيبه مهما كانت خبرتها في الملعب. حتى في الوقت الاضافي لما قدرت الارجنتين ان هي تمسك نفسها وترجع تلعب تاني ويقدر ميسي ان هو يجيب الجول الثالث للارجنتين ونقول خلاص ان الماتش رايح ناحيه الارجنتين وفاضل كام دقيقه والارجنتين هي بطله العالم، بتتحسب ضربه جزاء لفرنسا بيخش مبابي ينفذها ويجيب بيها الهدف الثالث والتعادل لفرنسا علشان يخلي النهائي يسخن تاني من الاول ونوصل بالنهائي لضربات الجزاء. ضربات الجزاء المره دي للارجنتين كانت ضد فريق عنيد ومختلف وفي موقف مختلف. اكيد ضربات الجزاء بتاع دور الثمانيه مش هتبقى بنفس شده الاعصاب بتاعت النهائي، ولكن بيجي حارس الارجنتين هو وبيعمل نفس اللي عمله في ماتش هولندا، بيصد ضربات جزاء ويقدر ان هو يشيل الارجنتين وميسي وجماهير الارجنتين ويهديهم البطوله علشان تفوز الارجنتين على فرنسا وتتوج الارجنتين بكاس العالم الثالثه ليها في تاريخها. وفي الاخر بنشوف الصوره اللي فضل العالم كله سنين كتيره مستنيها، وهي صوره ميسي وهو شايل كاس العالم. لحظه مهمه جدا ناس كتير جدا استنتها خصوصا جماهير الارجنتين وجماهير برشلونه. لحظه بتقول لك انك لو فضلت تتعب اكتر على حلمك اكيد في يوم هتيجي توصل له، ومش هتوصل له باي طريقه طبيعيه، ده انت هتوصل له باكتر طريقه مبهره. حتى لو فضلت تقع وتخسر 4 مرات هتيجي في الاخر وتحقق حلمك. هيفضل كاس عالم 2022 ذكرى مهمه جدا لكل مشجع ارجنتيني، وهيفضل ليونيل ميسي اعظم اسطوره انجبتها الارجنتين في تاريخ كره القدم. وفي النهايه ما تنساش اللايك وسبسكرايب وفولو، واشوفكم في حكايه جديده. سلام.